إذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا في كل مكان، عدنا لكم في هذه الفقرة الممتعة في هذا التدشين. اليوم البرنامج ما شاء الله مليء بالفقرات، مليء بالمشاركات. خلينا ناخذ مشاركة نشيد جديد مع المبدعة فرح الشهراني، اسمع لها أقوى تحية. تفضلي قدام يا فرح. هنا تعالي قدام. جاهزين؟ نسمع مع بعض؟ مطبوع في قلبي رسمك منقوش في قلمي، أفديك بعمري يا أمي. من أجلي ولأجلي تبقى، قلبك في الكون هو الأتقى، روحي من أنهارك تسقى. يا أمي يا نفسا تشقى من أجلي ولأجلي تبقى، قلبك في الكون هو الأتقى، روحي من أنهارك تسقى. وبدونك لا يبدأ يومي، أفديك بعمري يا أمي، أفديك بعمري يا أمي، أفديك بعمري يا أمي. شمسا سكنت بحياتي، أحلى من كل حكاياتي، يا أغلى عندي من ذاتي، وجهك يمنحني ضحكاتي. يا شمسا سكنت بحياتي، أحلى من كل حكاياتي، يا أغلى عندي من ذاتي، وجهك يمنحني ضحكاتي. يا أمي، اسمك مطبوع في قلبي، رسمك منقوش في قلمي، أفديك بعمري يا أمي، أفديك بعمري يا أمي، أفديك بعمري يا أمي، أفديك بعمري يا أمي. مشاركة رائعة، شكرا لك يا فرح. طبعا نشيدي أول مرة طبعا يعرض الآن على القناة في هذا البرنامج في بيت الزهور. الآن موضوع الحلقة كما قلنا يتكلم عن فوائد العسل والنحل. عندنا متصلة منتظرة لها 10 دقائق، ناخذ المتصلة ونرجع للتدشين. أعطوني المتصلة. روان القحطاني من الطائف. السلام عليكم يا روان، كيف حالك؟ معلش أخرناك يا روان، كيف حالك؟ روان ألو، ارفع صوتك يا بابا. يلا حنسألك سؤال عشان تدخلي معنا في السحب، أوكي؟ وحنوجه لك تحية خاصة عشان انتظارك. جاهز يا روان؟ ألو، روان أنت سامعتني من التليفون؟ أنا رزان. رزان، عفوا رزان. أيوة نعطيك سؤال. أيوة. هي عشان كذا ما ترد، حنقول روان وهي ما ترد. اسمع السؤال من خديجة. يلا يا خديجة خذوا المايك الثاني، المايك الثاني. يلا وقف هنا. اسمع السؤال عشان تدخلي معنا في السحب على الايفون وعلى الطقم الذهب المقدم من نجوم السعادة. يلا. ما هي السورة التي سميت باسم ما هي السورة التي سميت باسم أحد أيام الأسبوع؟ سورة الجمعة، صح؟ الجمعة. إذا تحية قوية نسمع لها، وكنترول خذها، دخلت معنا في السحب على الايفون وعلى طقم الذهب. إذا نرحب معنا بالنجمة الرائعة أيضا ريماس، إحدى نجوم البرنامج.
طبعا هي لابسه اليوم نحله عشان موضوع الحلقه، وايضا الكليب. راح نشوف الكليب مع بعض ممكن. تفضلي تعالي ريماس هنا. واضحه؟ يلا نشوف الكليب مع بعض ممكن. يلا كلنا ننتبه، حنشوف الكليب في الشاشة، حنشوف الكليب مع بعض. ذات صباح ذات صباح وبداخل زهرة التفاح جلس النحل جميعا يرشف من فيض رحيق فواح. ذات صباح ذات صباح وبداخل زهرة التفاح جلس النحل جميعا يرشف من فيض رحيق فواح. ليلى 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 لا 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 ليلى لا لا ليلى لا 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 ليلى لا لا ليلى لا 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 ليلى ليلى لا 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 لا. إحدى نحلات البستان قالت أعمل منذ زمان وسيجني شهدي إنسان هذا الجهد سدى قد راح. نحلتنا في كبر تبني بيتا وسط الشجر لن أرجع لخلية بشر والآن ضميري يرتاح. ذات صباح ذات صباح وبداخل زهرة التفاح جلس النحل جميعا يرشف من فيض رحيق فواح. راحت تعمل وسط الروض لا يوجد معها من أحد وترى النحل سعيدا يمضي يشدو ويقيم الأفراح. شعرت نحلتنا بالندم من طول الوحدة والألم فوجود أصبح كالعدم لن تعرف طعم الكفاح. ليلى 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 لا 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 ليلى لا لا ليلى لا 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 ليلى لا لا ليلى لا 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 ليلى ليلى. قالت ما فائدة العسل والتصقت في سرب النحل بعطاء وجميل العمل يغدو كل العمر الصباح. إذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا في كل مكان، كنتم مع هذه الحلقة المتميزة، حلقة اكتملت بكل حلقاتها بكل وصلاتها. شكرا لكم نجوم السعادة، شكرا للجميع، شكرا لمن شاهدنا وتابعنا عبر الهواء مباشرة، شكرا لمن شاركنا بأناشيد الجديدة اليوم فرح الشهراني وأيضا ريماس قصادي. شكرا لجميع من شرفنا في الاستوديو، شكرا لجميع الطاقم متصلين الآن يحاولون الوصول والاتصال بنا عبر البرنامج، ولكن أقول باستطاعتكم التواصل معنا في كل وقت وفي كل حين. الأرقام
موجودة دائما على الشاشة من داخل السعودية 70007442. التحويل رقم 2 رقم 4 رقم 5 كل التحويلات موجودة معنا، نقدر نستقبل خارج البث. وهناك أيضا على الشاشة الآن كما تشاهدون سناب مجموعة نجوم السعادة لمن أراد متابعتهم. إذن لا نقول وداع، ولكن إلى وداع يتبعه لقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.